بلش المسلسل عن بطلنا وهو قاعد عم بينزل من السيارة، ضل قاعد عم بمشي لمدة ربع ساعة لشي انه يوصل مكتبه. بطلنا هذا قبل كم سنة كان ممثل في مسلسل الخربة، وضل يلم كرتون لشي انه وصل لهالمرحلة. يعني اذا حدا منكم كان عم دور على شغل انا بنصحه بالكرتون. شوفوا صار ينافس يا ماتش بالهيبة تبعته. بعدين بنتقل المشهد لهدول اللي بكونوا هن بدهم يفتحوا محلهم، بعدين بتجي الشرطة بتدقهم تمسك معهم مخدرات تكنشون بتزتهم بالسيارة، وهنا بيطلع ابو شملة وبتلاقوا ابو شملة متغير فيه كل شيء الا مصلحته، لانه مصلحته ذهب ومصلحته هي احسن مصلحة بالعالم. والمخرج بكون عم بوصلنا رسالة انه صيروا مثل ابو شملة. شوفوا شلون كان بداية ضايع منظر مشرد، وشوفوا شلون هون صار شكله ولابس ابوعة مايكل جاكسون. ما بعرف ليه. بالاخير بحكي مع رفيقه من شان الشغل والكذا وبقول له يسعد دينك وبعمل شيء وهذا كبره. بعدين بنتقل مشهد لهي المرة اللي عم تترجى رئيس المغفر، وهي عم تقول له يستر على عرضك يستر على خواتك خليني اشوفه. هات ايدك لموسى بس خليني اشوفه. وما بتوضح ايش هو اللي بدها تشوفه، فيعني ما بعرف ايش اقول. وبضل تترجاه وبتقول له بدي شي ضابط يفرجيني اياه ولا كذا، ولا لا والله ما فرجي، يعني ما حدا بفرجيك اياه بهالزمان. فهي بتضل زعلانه وبتطلع لبرا، فبتصف قدام المغفر سياره فخمه وبتنزل منها البطله. طبعا رح تسالوني شلون عرفت انه هي البطله. طويله طويله وانا كرهتها من هلا، لانه 90% هي اطول مني، انا كرهت، انا حقدت عليها. فهاي المرة بتروح لعند بطلتنا وبتقلها والله ما بفرجوني اياه خليهم يفرجوني اياه. فبتقول له تعي افرجيك اياه. لحد الان نحن ما لنا عارفين ايش هو. فبتروح بطلتنا بتحكي مع بطلنا بتقول له يعني فرجيه اياه ساعدها البنت من طرفي. بقول لها انت منين عرفتيها المرة؟ بتقول له شفتها قبل شوي وكسرت الخاطري. بقعد بيعطيها محاضرة ساعة. وبنتقل مشهد لبطلنا الجديد اللي هو رشيد عسار. هذا الممثل اقسم بالله غريب. رح تسألوا ليش؟ لانه هذا الزلمة قبل 12 سنة 13 سنة ما بعرف كم كان ختيار، كان بتحضر المسلسل بتقول هذا اخر مسلسل لإله، وسبحان الله بعد 12 سنة هيك بيجيك شاب سبحان الله بالخربة منظره يعني. لا تليفونك ما فيه شيء، بس حطينا غنية عليها كوبي رايت فاضطرينا نشيل الصوت كله. شلون وانا بعيشكم جو المسلسل بدون ما تشوفوا؟ يعني كبير لدرجة انه بتفكره من تقل بالزمن ما عايش معنا، ولكن هون بتلاقيه شاب وما بتقول له عمو، بتقول له اخوي. هيك بتقول له اخوي معلم مش قد هيك. بس في اثار سلبيه لهي الحاله اللي صارت معه، انه ما بيقدر يسوي اشياء بسيطه. مثلا عندكم تشاكيت بشلحه مرتين يعني، والتشاكيت بعلقه مرتين ما بعلقه مره. وانا متاكد 100% انه اول مفتاح بحطه بكون غلط، ثاني مفتاح هو اللي بكون صح، او بجوز ثالث رابع. هذا الزلمه يعني ما بعرف ايش قصته. وهذا الزلمه اللي مبين من الحلقه الاولى انه هو زلمه طيب وراح يحول البلد من بلد سيء لبلد اسطوري. شوفوا نحن رمضان وما بصير نتنمر. بس ايش هالممثلين يعني؟ شلون انا اشوف هدول واضل صايم؟ يعني انا بناشد المخرج لا يحط لنا هيك اشكال. ننتقل لهدول الجوز، هدول اخوه. عندكم البنت حلوه والشاب حلو بس ما حد مهتم بالشاب، خلينا بالبنت. انا لا عيونه بصير الشام لا عيونه، هي اللي بكون او ما بكون من دونه. بالله عليكم ما بستاهل لايك لاني عم بفرجيك. رمضان خلص شيل البنت خلص. استغفروا ربكم استغفروا ربكم. حاجة طلعوا على حريم الناس. حاجة ساعي انا حطيته يا الله. هون بجي بطلنا بروح بمسح له جوخ شوي لرشيد عساف. ما بعرف ليش شكله في مصلحة لقدام، لانه واضح انه بطلنا نجس. ما بعرف لانه انا شلون عرفت انه نجس؟ عمل عملية تجميل لانفه. بعدين هاي المرة بتيجي لعند ضابط تاني بتقول له خليني اشوفه. قال له استني دقيقة بس قال له معلم اذا قال لي شوفه خليها تشوفه فبفرجيك اياه. وهون نحن بنفهم انه الشيء اللي هي بدها تشوفه ما هو اللي خطر على بالك يا وسخ انت وياه، لا الشيء ابنها بدها تشوف ابنها، لانه ابنها ما بتلاقيه مثل نص شعب سوريا للاسف. المهم بروح هذا الضابط لعند بطلنا بقول له والله انا ما بقدر اقلق، اعفيني من هالمهمة، روح انت احكي ما حاول، انا ما عندي هالقلب يعني. فهون بطلنا هيك بشرب سيجاره مخمخ عليه هيك بطفيها بقوم نص ساعه بده لشي يقوم، برجع ربع ساعه هيك عم بمشي بشد حاله للصبح. رجع هذا غار منه كمان صار يشد حاله نص ساعه. يا شباب الرجوله مو بشد الظهر يعني، ايش بكون هيك بطق ظهرك شوي ثاني. فبيجي بطلنا بيعطي هويته لابنها للمرأة، بيعطي هويته للمرأة. فالمرأة بتقول له ايه هي هويته وين هو؟ فبقول له والله يا ابنك لعب طمامة
وتخبى تحت التراب ولهلا ما طلع، ما بعرف يعني وين هو. وبحكيها وبدير ظهره وبفوت. كمية اللامبالاة عن هالزلمة يا عفو الله. هذا كتاب الفن اللامبالاة ما أرى ولا هو اللي كتبه، هذا عجن وخلطه وشربه شرب يفتح حرط كمية اللامبالاة اللي عنده اياها الزلمة. شلون؟ لا اقل شيء الا والله لا تواخذيني. ايش دخل انت مين؟ بعطيه اياه هيك شوي شوي، لا هيك والله ابنك ودع الملاعب جي جي وراح فات لجوا. اشبك حبيبي؟ ما هيك بصير الموضوع. فهي هون بتصير بتبكي وبتدق الباب وبتصير بتعيط بلا صوت. ما بعرف شلون هيك حطوا لها ميوت، شكلها عيطت زعجتها للمخرج قال لا خلص حطها ميوت. وهون بطلعوا لكم شخصية شريرة. طبعا شلون بتعرفوا انها شريرة؟ بصيح لواحد، فهذا الواحد بتأخر لشي يجي، فبقول له انه مرة الجاي بس اصح لك انه انزرع هون. فهمتوا شلون؟ فهيك انت بتعرف انه هاي الشخصية شريرة. الله ياخذكم. ايش استفدت انا من هالقصة؟ انه بس عرفتوني على الشخصية، بدي اتعرف عليه بحدث كبير. بدي اتعرف عليه هو عم بيقتل واحد، اتعرف عليه هو عم بشل عرض واحد. فهون امه للشخص اللي مات بتسوي عزا، بس بتقول لهم لا تبكوا ترى ابني ما مات، ابني لساته عايش، قلبه لساته عم يدق. جمعتيهم مسوي عزا على الفاضي يعني. ايش باخر لقطتين بالمسلسل فرجوكم انه بطل الجزء الاول عايش وما مات، واللقطة الثانية فرجوكم انه هالختيار مسوي احلى بارتي، احلى هابي بيرثدي تو يو، وقاعد عم بيعزم رفقاته وعيلته. هاي رايقين في الامه قاعدين في بارتي، تعال في الام. فبتجي بنته سيارة الرانج روفر الأسطورية، بتنزل بتطلع على الباب بتفجر كل شيء جوا، وبتخلص الحلقة الأولى. أنا شفت الحلقة الثانية، والحلقة الثانية شفتها ما فيها أحداث أبدا. يعني بحس إنه إذا ما شفت الحلقة الثانية ورحت على الثالثة اللي أنا لسه ما شفتها، بحس إنه ما فرقت معك شيء، إنه ما روحت عليك ولا أي حدث. وهذا المسلسل فيه شغلة مستفزة اللي هي الغناي طولها 4 دقايق. 4 دقايق يا عفوا. ايش قلبتوا يوتيوبرز؟ يعني انتوا ضمنانين 100% انه المسلسل تبعكم بده يحقق ارباح، لانه 4 دقايق غني بالبداية، 4 دقايق غني بالنهاية، 8 دقايق خلاص. لو ننزل حلقة ما فيها احداث، بس غني بالبداية غني بالنهاية، كسبنا المصاري كسبنا الفلوس خلاص سكر المسلسل. فليش اصلا انتم مسوين انه غني 4 دقايق؟ يا اخي اي غني 4 دقايق؟ كاظم الساهر هو اللي مغنيه. لا بس لو نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، لان تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه، واذا بدكم مسلسلات كمان واشياء كمان حلوة اسويها فاكتبوا لي بالتعليقات، واشتركوا بالقناة مشان تشوفوا فيديوهات اسطورية. وبس سلام.